حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في قناة المستر لشرح مادة الدراسات الاجتماعية. معاكم الأستاذ بنوب سعد لشرح مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة جاي لكم بفيديو ضرب نار. عايز كله يحط لايك ويكتب رأيه في المراجعة بتاعتنا وفي المذكرة الجميلة ديت. احنا هنراجع النهاردة على الوحدة الأولى والتانية جغرافيا أولى إعدادي. الوحدة الأولى كانت بتتكلم عن إيه؟ كانت بتتكلم عن الظواهر الكونية ومجموعتنا الشمسية. الوحدة التانية كانت بتتكلم على شكل الأرض والليل والنهار وفصول السنة. احنا خلال المحاضرة ديت أو خلال الفيديو دوت هنراجع أو نغطي الجزئية دي كلها بالأسئلة المتوقعة في الامتحان. تمام؟ فحضرتك جهز نفسك كده وجهز كوباية الشاي بتاعتك الجميلة أو كوباية القهوة كده وروج معايا واسمع حل الأسئلة اللي قدامك دي. ممكن توقف الفيديو، يعني توقف الفيديو كده وتبص على الأسئلة وتحلها في ورقة خارجية، تنتظر مني إيه الإجابة عشان تستفاد أكبر قدر ممكن. تمام. أول نوع من الأسئلة عندنا هو الأسئلة اللي أنا جايبها هنا في المراجعة، أكمل ودلل وماذا يحدث وما النتائج المترتبة عشان نقدر نغطي معظم الدروس. نبدأ بأول نوع عندنا اللي هو أكمل العبارات الآتية. مجرتنا من النوع نقط، طبعا من النوع الحلزوني، ده سؤال مباشر وتعرف باسم الضرب اللبني أو سكة التبانة، أي واحدة فيهم هتنفع. تمام. تاني نوع من الأسئلة أو تاني سؤال معانا، تدور الكواكب حول النجوم طبعا، وتستمد منها إيه؟ الضوء والحرارة والضوء. زي إيه؟ لو ادينا مثال زي كوكب الأرض وكوكب الشمس أو نجم الشمس، أنا آسف. الشمس، كوكب الأرض بيدور حول الشمس وبيستمد من الشمس إيه؟ الضوء والحرارة. تالت سؤال معانا، من أهم أنواع المجرات، يعني بيقول لك اكتب لي أنواع المجرات. هتقول له 3: حلزونية، بيضاوية، غير منتظمة. دول اللي احنا خدناهم عامة يعني. رابع سؤال معانا، أقرب الكواكب للشمس مين؟ عطارد. احنا خدنا 8 كواكب، قلنا 4 مجموعة داخلية و4 مجموعة ايه؟ خارجية. المفروض من حضرتك انك تحفظهم. تمام. انا جايب لك سؤال منهم عشان افكرك انك لازم تحفظهم وتحفظ خصائصهم، ويعني الاسئله هتيجي دلوقتي. 5: يسمى كوكب الزهره بايه؟ بنقط، بينما يسمى المريخ بنقط. احنا بنسمي كوكب الزهره بان هو توأم الارض، والمريخ بالكوكب الاحمر. راجع على معلوماتك، لو مش فاكر الحاجات دي راجع عليها تاني في الكتاب. انا بجيب لك الاسئله عشان تراجع تتعلم من غلطك. رقم 6: تمتد مصر بين دائرتي عرض. خلي بالكم في ناس كتير بتتجاهل السؤال ده. تمتد مصر بين دائرتي عرض المفروض 31 شمالا، 31 ونص شمالا، و22 ونص، و22 ونص او 22 بس ايه شمالا برضو، ده بين دائرتي عرض. وطب لو عايزين نعرف هي بتشغل كام دائرة عرض بنطرحهم من بعضهم هنلاقي الفرق ما بينهم كام؟ هنلاقي الفرق ما بينهم 10 او 9 ونص، فاهم؟ بس انت اكتب له 10. وخطي طول، هتلاقي خطين طول ان 2 شرقا، 37 شرقا، و25 شرقا، ويمر في اقصى جنوبها ايه؟ في اقصى جنوب مصر مدار السرطان. السؤال ده يعني لمين لك كل جزئيه اللي على مصر. هو طبعا مش هيجيب لك سؤال طويل للدرجات، بس هيجيب لك على اقل معلومه من المعلومات اللي احنا قلناها دي كلها. فحضرتك لازم تبص على الجزئيه دي تاني. ما هو مش جايب لك مصر كده يجرفك بيها في الكتاب وخلاص، هو جايب لك مصر عشان على اساس اللي هو بيجيب منها اسئله كتير في اخر السنه. تمام. 7: الارض منبعجه. الارض منبعجه عند ايه؟ عند خط الاستواء. طب مفلطحه فين؟ عند الدائره القطبيه او عند القطبين. يبقى منبعج عند خط الاستواء ومفلطحه عند القطبين. سؤال مهم برضو. 8: يبلغ طول القطر القطبي كام؟ القطر القطبي طوله كام؟ انا قلت في الشرح بتاعي وانا بشرح هنا على يعني على اليوتيوب هنا ان طول القطر القطبي 1000 او 12638.4، بينما القطر الاستوائي اللي هو بيمتد من الشرق للغرب ويبلغ طوله كام؟ 100 او 2000 برضو، 12681.6. دي معلومة مش بتيجي كتير في الامتحانات، بس برضو ايه انا حبيت احطها عشان محدش ينساها. السؤال التاني، من اكون؟ يعني مين اللي بتلاحظ عليه الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. ممكن توقف الفيديو وتحل الاسئله بعد كده تركز معايا في الاجابات.
غلافي غازي متماسك لا يمكن اختراقه ويعرف بتوأم الأرض. مين دوت؟ كوكب الزهرة. غلافه غازي ومتماسك لا يمكن اختراقه وبنسميه بتوأم الأرض، هو الزهرة. توأم الأرض ده حلت لك الدنيا، لو أنت مش فاكر ده كله توأم الأرض هي اللي حلت لك إيه الجملة، عشان مفيش غير كوكب واحد بس بنسميه توأم الأرض. اتنين، لوني أحمر وتربتي غنية بأكاسيد الحديد. لوني أحمر وتربتي غنية بأكاسيد الحديد، ده مين ده؟ ده كوكب المريخ. تمام، انت كده ماشي معايا تمام. تلاتة، أعرف بالكوكب الأزرق وأبدو كالماسة الزرقاء وأشع ضوءا خافدا، ده مين ده؟ ده كوكب نبتون. ركز معايا في الكلام الحلو ده عشان تعرف ايه تفرق ما بين الكواكب. أربعة، أنا أقرب كوكب إلى الشمس، لذا فأنا أدور حولها في مدة أقصر من أي كوكب آخر. مين أقرب كوكب إلى الأرض وبالتالي هو بيدور في أقصر مدة ممكنة من أي كوكب تاني؟ طبعا عطارد، ده لازق في الشمس، كوكب عطارد. خمسة، جسم صلب يحترق جزئيا عند احتكاكه بالغلاف الجوي. ايه هو الجسم الصلب اللي بيحترق جزئيا عند احتكاكه بالغلاف الجوي؟ النيزك طبعا، يبقى نكتب له النيزك. ستة، أجسام معتمة ولا تشع ضوء ولا حرارة تعكس ضوء الشمس الساقط عليها. واحد هنا يتسرع ويكتب الكوكب، غلط، مش الكواكب، هتبقى الأقمار، هتبقى القمر. القمر ده جسم معتم مش بيشع ضوء ولا حرارة زيه زي الأرض، ولكن إيه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. رقم سبعة، تجمعات كبيرة من النجوم المختلفة، مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع، ده على طول مجرة. تجمعات كبيرة من النجوم المختلفة الأحجام والأشكال والأنواع، دي بتضم كل الحاجات دي كلها مين؟ المجرة. أنصاف، رقم 8، سؤال رقم 8، أنصاف دوائر تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي وعددها 360. دي مين ديت؟ أنصاف دوائر بتبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب يا مستر أنا كده افتكرتها، دي دوائر العرض اللي بتبدأ من القطب الشمالي وبتنتهي عند القطب الجنوبي، دوائر العرض معروف عددها كام؟ 360، وبتنقسم إلى 180 شرقا و180 غربا، خط طول طبعا. 9، دوائر وهمية غير متساوية تحيط بالكرة الأرضية وعددها 180. بدل ما قال لك دوائر وهمية غير متساوية، اللي هي مين؟ طبعا خطوط الطول، أنا آسف، دوائر العرض، اللي في جهة هي خطوط الطول، لكن اللي تحتها دوائر إيه؟ العرض. 10، خط الطول الرئيسي ودرجته صفر هو خط الاستواء. دائرة العرض الرئيسية ودرجتها صفر، أنا آسف، خط الطول الرئيسي اللي هو خط جرينتش معلش يعني بتلخبط ما بينهم. خط جرينتش ودرجته صفر، وكمان دائرة الاستواء هي الدائرة الرئيسية ودرجتها صفر. يبقى أول رقم 10 خط جرينتش، ورقم 11 دائرة الاستواء. السؤال الثالث، بما تفسر، هنقول أسباب هنا وأسئلة مهمة بما تفسر بتلم المنهج يعني. اختلاف ألوان النجوم في الفضاء، السبب اللي بيخلي ألوان النجوم بيختلف في الفضاء. احنا عارفين ان احنا عندنا لونين للنجوم، لون أحمر ولون أزرق. لو اللون الأحمر هتكون أقل حرارة، واللون الأزرق هتكون إيه؟ أكثر حرارة. إيه سبب اختلاف النجوم؟ اختلاف ألوان النجوم، هنقول بسبب اختلاف درجة حرارتها. ليه؟ عشان إيه؟ ليه خلينا ألوان للنجوم؟ السؤال ده مهم يعني. علشان اللون الأحمر بتكون درجة أقل واللون الأزرق درجة أكبر، فعشان كده بسبب اختلاف درجة حرارتهم. ده السؤال رقم 1. ممكن توقف الفيديو وتحل الأسئلة بعد كده تسمع الإجابة، أنا بقول لك عشان ده أفضل ليك أنت. تاني سؤال معانا، بما تفسر سبب تسمية مجرتنا بالضرب اللبني أو سكة التبانة. هتقولوا سميناها بالضرب اللبني للإجابة. سميناها بالضرب اللبني لأنها تشبه اللبن المسكوب. طب سميناها ليه بسكة التبانة؟ بسكة عشان تشبه التبن المتساقط على الطريق. دول السؤالين يعني أنا حاسس إن هم إيه يعني
يعني تافهين جدا، بس انا حبيت اجيبهم برضو نوع من انواع الاسئله. 3. يبدو لنا القمر جسما مضيئا على الرغم من انه جسم معتم. طبعا السؤال ده زهقنا منه، لان القمر يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. رقم 4. يسمى كوكب الزهرة بتوأم الأرض. سبب تسمية كوكب الزهرة بتوأم الأرض بسبب تقاربه مع الأرض في القطر والحجم والكتلة، وله غلاف غازي متماسك لا يمكن اختراقه. يبقى هو بنسميه بتوأم الأرض عشان ايه؟ القطر والحجم والكتلة يشبه كوكب الأرض، وليه غلاف غازي شبه غلاف الأرض كوكب الأرض، فبنسميه بتوأم الأرض. رقم 5. يسمى المريخ بالكوكب الأحمر. سبب تسمية المريخ بالكوكب الأحمر ليه؟ ده السؤال ده خلي بالك حلناه فوق، يعني ما حلناهش، احنا قلناه هنا اهو. بص هنا انا بفكرك بس عشان الاسئله بتربط بعضيها. لوني احمر وتربطي غنيه باكاسيد الحديد. يبقى لونه احمر ليه؟ عشان تربطه غنيه باكاسيد الحديد. ده السؤال رقم 5 في بما تفسر. السؤال رقم 6. كوكب الأرض يعرف بالكوكب المائي. سبب أن الأرض سميت بالكوكب المائي لأن الماء يشغل نحو 70.7% من مساحة كوكب الأرض. سؤال مهم برضو. 7. السؤال ده مهم جدا. أهمية خطوط الطول ودوائر العرض. خلي بالك ممكن يجيب لك سؤالين في نفس السؤال ده، يقول لك أهمية خطوط الطول بس، أهمية دوائر العرض بس. فاهم؟ احنا جبنا الاتنين مع بعضهم. أهمية الاتنين مع بعضهم بيحددوا مكان الإنسان على سطح الأرض سواء كان في الشمال أو في الجنوب، وكمان بيحددوا مكان الإنسان على سطح الأرض سواء كان في الشرق أو في الغرب. هما اللي احنا بنتكلم على الاتنين دلوقتي، دوائر العرض وخطوط الطول، فلازم تقول الاتنين. وكمان تقسيم العالم لمناطق حرارية، وكمان بنعرف أحوال المناخ. أنا بتكلم على إجابة إيه؟ الاتنين هنا، خطوط الطول ودوائر العرض. لو خطوط الطول بنعرف منها إيه؟ أوقات أو يعني الساعة، بنعرف منها الوقت. لكن دوائر العرض بنعرف من ايه؟ احوال المناخ والمناطق الحراريه. تشترك خطوط الطول مع دوائر العرض في تحديد مواقع المدن والبلدان على سطح الارض. الاتنين بيشتركوا في حاجه زي كده. وكمان الاتنين بيحددوا موقع المكان على سطح الارض سواء كان شرق او غرب او شمال او جنوب. وبيحدد الزمن وفروق التوقيت في جميع الجهات. دي أهمية خطوط الطول ودوائر العرض. حضرتك ممكن تحفظهم، تكتبهم ورايا تاني وتحفظهم. أقول الإجابة تاني. تحديد مكان سطح الإنسان على الأرض سواء كان شمال أو جنوب. تحديد مكان الإنسان على سطح الأرض سواء كان شرق أو غرب. دول 2. تقسيم العالم إلى مناطق حرارية ولنعرف منها أوقات المناخ، وكمان تحديد الزمن وفروق التوقيت. والاتنين بيشتركوا في تحديد موقع المكان والبلدان على سطح كوكب الأرض. رقم 8 وآخر سؤال معانا بما تفسر. الأجزاء الشرقية تسبق الأجزاء الغربية في التوقيت. سبب أن الأجزاء الشرقية من كوكب الأرض تسبق الأجزاء الغربية في التوقيت. يعني أنت لو في شرق البلاد بتكون ساعتك إيه؟ متقدمة عن اللي في شرق التوقيت. يعني إجابة مختصرة جدا. لأن الأرض تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة. في الأماكن اللي بتكون واقعة شرق خط جرينتش تشرق عليها الشمس قبل الأماكن الواقعة غرب خط جرينتش. السؤال اللي بعد كده أو رابع تاني سؤال معانا في من أنواع الأسئلة. ماذا يحدث إذا كانت الأرض مسطحة؟ خلي بالك الأسئلة مهمة جدا وبيجي منها في الامتحان على طول. ماذا يحدث إذا كانت الأرض مسطحة؟ إيه اللي يحصل؟ على فكرة السؤال ده أنا خدته في الشرح، قلت في الشرح ليه الأرض لو كانت مسطحة إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن هو هيكون في عدم تنوع في النبات، هيطلع نبات واحد. ما هو الأرض مسطحة مش كروية، مفيش تنوع في المناخ. يبقى عدم تنوع في المناخ وعدم تنوع في النباتات وعدم تنوع في البيئات.
هتلاقي كل البيئات حاجه واحده، مفيش بيئه حراريه، مفيش بيئه صيفيه، مفيش بيئه دفيئه، مفيش بيئه معتدله. فهنا عدم تنوع في المناخ، عدم تنوع في النباتات، عدم تنوع في البيئات، وكمان عدم تنوع في الكائنات الحيه اللي بتعيش. في كائنات حيه بتعيش في المناطق الجليديه، في كائنات حيه بتعيش في الصحراء. فلما يكون المناخ واحد والكره الارضيه مسطحه، الكائنات الحيه دي مش هتكون متنوعه، هيكون نوع واحد بس هو اللي من الكائنات دي، والباقي الكائنات هتنقرض او هتموت. عدم تنوع في النباتات، عدم تنوع في المناخ، عدم تنوع في البيئات، عدم تنوع في الكائنات الحيه. كمان هتكون اشعه الشمس ساقطه على منطقه واحده او على جزء واحد من سطح الارض طول الوقت، على طول يعني ساقطه على هذا الجزء دايما في الوقت كله. ده بالنسبه للسؤال الاول. طب تاني سؤال، لو لم يقم ماذا يحدث إذا لم يقم العلماء برسم خطوط الطول ودوائر العرض؟ إيه اللي هيحصل لو العلماء ما رسموش خطوط الطول ودوائر العرض؟ حضرتك فكر، ممكن تحل فرق خارجية بعد كده يعني اسمع الإجابة. إيه اللي هيحصل لو العلماء ما رسموش خطوط الطول ودوائر العرض؟ فكر من خلال شرحك، المدرس بتاعك يكون شرح لك الدرس، فكر هتلاقي ان احنا مش هنعرف نحدد الاماكن بدقه على سطح الارض، عشان اصلا السبب الرئيسي لرسم خطوط الطول ودوائر العرض هو اللي احنا بنحدد اماكن المواقع والبلدان على خريطه بدقه. فلما لو العلماء ما رسموش خطوط الطول ودوائر العرض، يبقى مش هنعرف نحدد مواقع الاماكن على الخريطه بدقه. وكمان مش هنعرف التوقيت بين اجزاء العالم، ما احنا بنعرف التوقيت منين؟ من خطوط الطول، مش هنعرف التوقيت. وكمان مش هنعرف نقسم العالم الى اقاليم مناخيه والى مناطق حراريه، يعني الجزء ده الحراره فيه بتكون مرتفعه، الجزء ده الحراره فيه بتكون منخفضه، معتدله، جليديه، صحراويه. احنا بنعرف الكلام ده كله منين؟ من دوائر العرض. طب لو مفيش دوائر عرض مش هنعرف ان المنطقه دي هتكون استوائيه، يعني الجو فيها الاشعه فيها بتكون عموديه، يعني الحراره فيها مرتفعه. الكلام ده كله مش هنعرفه لو مفيش دوائر عرض وخطوط طول. انا بفهمك السؤال والاجابه انت حضرتك اكتبها بقى بالطريقه بتاعتك. رقم 3، اذا كانت الارض ثابته، لو كانت الارض ثابته لا تدور حول الشمس، ايه اللي كان هيحصل؟ تخيل كده، ما كانش هيبقى في ليل ونهار، يبقى عدم تعاقب الليل والنهار. ويعني على طول الجزء اللي في الارض اللي هيكون مقابل للشمس على طول هيبقى نهار، او على طول هتكون الشمس ساطعه فيه، والجزء التاني على طول هيكون ليل. ده طبيعي، ده ما هو الارض مش بتلف، مش بتدور. يعني دي الاجابه المختصره. يعني لو الارض كانت ثابته ايه اللي كان هيحصل؟ كانت هتفضل حياه الانسان ثابته على طول، ما كانش هيبقى في ليل ونهار، يبقى عدم تعاقب الليل والنهار. حيث ان الاجابه النموذجيه دي، حيث ان الجزء المقابل الى الشمس سوف يكون نهارا دائما، والجزء الاخر سيكون ليلا دائما. بعد كده 5 نوع من الاسئله عندنا. النتائج المترتبه على الاسئله الاتيه. احنا خلاص بنخلص اهو، قعدنا لنا يعني جزئيه بسيطه، ما استغرقناش وقت كتير، هما 18 دقيقة، يعني بإذن الله يكونوا 25 دقيقة كده. ما النتيجة المترتبة على الآتي؟ زيادة طول القطر الاستوائي عن القطر القطبي. ليه القطر الاستوائي أزيد من القطر القطبي؟ النتيجة على الكلام ده إيه؟ النتيجة طبعا إن أصبحت الأرض ليس كروية تماما، الأرض مش شبه الكرة بالظبط، وكمان منبعجة عند خط الاستواء وفين؟ ومفلطحة عند القطبين. يبقى الإجابة النموذجية تاني، لو كان ليه أو إيه النتيجة المترتبة على زيادة طول القطر الاستوائي عن القطر القطبي؟ إن الأرض أو إن القطر الاستوائي هيكون أطول من القطر القطبي. هو بيقول في السؤال ده كده. النتيجة على الكلام ده إن الأرض مش هتكون كروية، أو أن تكون الأرض، نتيجة على ذلك أن الأرض ليس كروية تماما. 2، إن الأرض هتكون مفلطحة عند القطبين ومنبعجة عند القطر الاستوائي. وكمان
ابعاد الارض هتكون غير متساويه. ابعاد الارض هتكون غير ايه؟ متساويه، او بعدها عن مركزها ليس متساوي. دي من الاجابه النموذجيه. ما النتائج المترتبه على الشكل السؤال رقم 2 على الشكل الكروي للارض؟ النتيجه على ان الارض شكلها كروي. طبعا تنوع المناخ، ولما المناخ بيتنوع ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تنوع في النبات، وبالتالي بيكون في تنوع في الكائنات الحية. طب ايه تاني؟ تعرض بعض المناطق لأشعة الشمس في وقت معين، ومناطق أخرى بيتعرض لها ايه؟ في وقت آخر. دي الإجابة النموذجية للشكل الكروي. يبقى النتيجتين اللي هيكونوا على الشكل الكروي للأرض إن هيحصل تنوع في المناخ، وبالتالي ده هيخلينا ايه؟ يحصل عندنا تنوع في النبات وتنوع في الكائنات الحية. والنتيجة التانية إن في مناطق هيتعرض لها الشمس في وقت معين، ومناطق أخرى هيتعرض لها إيه؟ في وقت آخر. رقم 3 معانا النتيجة مترتبة على انفجار النجوم. طبعا ترتب على ذلك ظهور مجموعة هائلة من الأجسام الغازية الظاهرة في السماء على شكل سحابة من الغبار، وبتعرف باسم السدم. أو تكتب على طول انفجار النجوم. إيه النتيجة على انفجار النجوم؟ ظهور السدم أو نشأة السدم. دي إجابة مختصرة. رقم 4 احتكاك الأجسام الفضائية بالغلاف الجوي للأرض. إيه النتيجة اللي ترتبت على ذلك؟ ترتب على ذلك ارتفاع درجة حرارة الأرض، واختراقها الغلاف الجوي جزئيا هتكون مكونة إيه؟ النيازك. طب كليا مكونة إيه؟ الشوب. يبقى ترتب على احتكاك الأجسام الفضائية بالغلاف الجوي للأرض إن الغلاف الجوي للأرض ارتفعت درجة حرارته، واخترقت هذه الأجسام الغلاف الجوي جزئيا مكونة مين؟ النيازك. طب كليا مكونة الشهب. رقم 5 ما النتيجة المترتبة على قرب كوكب عطارد من نجم الشمس؟ ايه النتيجة اللي هتحصل على قرب كوكب عطارد من نجم الشمس؟ دي مباشرة جدا. هيصبح سطح عطارد أشد الكواكب حرارة. ده لازق في الشمس يا جدعان. تمام؟ يبقى سوف يحدث أو ترتب على ذلك أن كوكب عطارد أو سطح كوكب عطارد أشد حرارة من أي كوكب آخر. رقم 6 يعد كوكب نبتون أو يبعد كوكب نبتون عن نجم الشمس. بعد كوكب نبتون عن نجم الشمس ترتب على ذلك شدة البرودة اللي هتكون في كوكب نبتون. هو هنا غلطان، بيقول لك يعد، لا هي بعد كوكب نبتون، بدل الياء دي خليها ب. بعد كوكب نبتون عن نجم الشمس هيترتب على ذلك ايه؟ عكس اللي في جهه بالظبط، عكس كوكب عطارد. هيترتب على ذلك ان يكون كوكب نبتون او سطح كوكب نبتون شديد البروده او متجمد. ده بالنسبه لاسئله ما النتيجه مترتبه. نخش على اخر سؤال معانا، اخر نوع من الاسئله معانا. اسف. اكتب ما تدل عليه الارقام التاليه. نبص على الشكل اللي قدامنا ده، بعد كده نقول الارقام. رقم 1 دي طبعا دائره الاستواء. رقم 2 مدار السرطان. رقم 3 مدار الجدي. الصورة تمام عندكم. رقم 4 مدار أو الدائرة القطبية الشمالية. الدائرة القطبية الشمالية. ورقم 5 هتكون الدائرة القطبية الجنوبية. دول معروفين دول. يبقى اللي في الوسط دائرة الاستواء، في جهة بالظبط مدار السرطان، تحتها مدار الجدي، فوق وتحت الدائرة القطبية، ولكن فوق هتكون الدائرة القطبية الشمالية وتحت تكون الدائرة القطبية ايه؟ الجنوبية. وبكده يكون خلصنا حل أسئلة على الجزء الأول من المراجعة بتاعتنا اللي هم الوحدتين الأولى والثانية جغرافيا. انتظروا حل على الدرسين الأول، على الوحدتين الأولى والثانية تاريخ، ونخلص التاريخ بعد كده نخلص آخر درس معانا في الجغرافيا. لو حضرتك واقف قدامك أي سؤال، شايف ان احنا حلينا سؤال غلط، شايف ان في حاجة غلط في المراجعة، عندك اقتراحات معينة، ممكن تكتبها في التعليقات وانا بشوف كل التعليقات، او ممكن تدخل في جروب الواتساب وتقول اللي انت عايزه، وانا تحت امركم كلكم. ما تنساش الاشتراك
وإنك تدعو أصحابك للاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.